جدعان هو مين شاف توجي؟ يعني الكاركتر ده يا جدعان فورمته تحفه، شكله اثليتيك كده، مش هو ضخم قوي بس شكله شيك، في تيبر محترمه، يعني كتف عريض وسط صغير لين كده، ما عندوش دهون كتير، غير ان هو لابس كومبريشن سودا، فده يعني وداه في حته ثانيه الصراحه. تعال اقول لك بقى، بما اني كوتش، لو جالي كلاينت عايز اعمل فورمه توجي هقول له يعمل ايه. اول حاجه انه هيركز على الكتف بطريقه غير طبيعيه، يعني هيزود اوزانه جدا في الشولدر بريس، عايزه يشيل يعني اوزان الجيم كلها، بعد يعمل كميه سايد ريزز يعني بص للصبح بقى. ومن الحاجات الثانيه مظبطه له في تيبر الظهر، ظهره كبير وعريض جدا، ومن احسن التمارين هتخلي ظهرك كبير وعريض كده البول ابس، العقله يعني دي من احسن التمارين اللي اتخلقت اللي هتكبر لك ظهرك. يعني لازم طبعا هتركز على باقي جسمك، ولكن انا قلت لك على اكتر عضلتين تركز عليهم اللي هي الظهر والكتف. يعني طبعا كده كده هتمرن عضله بطنك لان عضله البطن عنده تحفه. ثانيا تشيست عنده برده محترم، هو مش كبير بس شكله حلو قوي، هتركز على الابر تشيست، الانكلاين بريس، اذا كان بالبار او الدمبل لا ركز عليهم قوي وعلي موازينك. هو عنده الابر تشيست تحفه، التشيست عامه شكله حلو قوي وبيحل شكل التشيست الابر تشيست. وطبعا باي وتراي ده لازم حاجه اساسيه، بالذات لو لابس الكومبريشن شيرت اللي هو لابسها لازم يكون دراعك طالع ومحترم فيه. طبعا ودي اكتر حاجه هتفرق في شكلك، ان انت تقرب من شكله وانت شكلك يكون عامه جامد قوي، هتقلل دهونك. هي اصلا اللي مخليه فورمته جامده قوي كده ان هو دهونه قليله جدا، لدرجه ان عضلات بطنه والعضلات بتاعته باينه بالستريشنز بتاعتها من تحت التيشيرت.